منى الإمام حبس القليعة. أمرت محكمة الجنايات بمحكمة الدار البيضاء يوم الاثنين المتهمة الموقوفة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المسماة منى الإمام وضعها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة بسبب قضية مخدرات. كما قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع المقبل لغياب المتهمين كل من المسمى باكا القاطن بولاية وهران والمدعو قامة ياسين الساكن بالجزائر العاصمة. وتقدمت هيئة الدفاع بدفع شكل أولي ملتمسة من القاضي الإفراج عن موكلتهم وإبقائها حرة طليقة لتوفر ضمان تمكنها من المثول للمحاكمة لاحقا. وفي الجلسة التمس وكيل الجمهورية وضع المتهم رهن الحبس المؤقت لمتابعتها بجنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، الفعل المعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات ومكافحته. ومثلت المتهمة ذات 20 ربيعا منى الإمام للمحاكمة بعد إحالة ملفها من المكتب التقدمية بعد سماع لأقوالها في محاضرة رسمية. وأكدت المتهمة في معرض تصريحاتها للمحكمة بأن المخدرات والمؤثرات العقلية التي ضبطت بها متلبسة بحيازتها موجهة للاستهلاك الشخصي، كونها معتادة على تعاطي أقراص ترامادول، ناكرة نكرانا قاطعا المتاجرة بها. كما أضافت أمام القاضي في اعترافات صريحة بأن المؤثرات العقلية اشترتها من عند المتهم المدعو باكا من وهران قبل أن تتوجه إلى مسكنها العائلي بالبويرة، كما أنها اقتنت قطعة مخدرات من نوع القنب الهندي من عند المتهم الثاني المدعو قامة ياسين الذي لا يزال محل بحث رفقة المتهم الأول. وتورطت المتهمة الإمام أمام العدالة في قضية حساسة أثارت رأي متابعيها خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد توقيفها بمطار هواري بومدين قبل 3 أيام من اليوم بالمطار وهي عائدة من وهران نحو مسكنها العائلي بالبويرة. وخلال تفتيش المتهمة ومرورها على جهاز سكانير تم كشف عن كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ترامادول تقدر ب30 قرصا، وقطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي المعروفة لدى مدمني المخدرات بالزطلة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم. وتعمدت المتهمة إخفاء الممنوعات في مكان حساس بجسدها للتمويه ظنا منها أنها تستطيع اجتياز المطار دون ضبطها متلبسة، وعليه تم إخضاع المعينة للتفتيش الجسدي وتم إخراج الممنوعات وإخضاعها للخبرة وإحالتها للتحقيق.